ساعات بتقول لنفسك الموضوع ده هياخد مني ساعتين وبعدها تلاقيه خد يومين، أو تقول لنفسك هجهز شنطة السفر في 10 دقايق وتلاقي نفسك قاعد بتدور على الشاحن والباسبور 3 ساعات. ناس كتير ممكن تعتبر إن ده مجرد عدم تنظيم، لكن الموضوع أكبر من كده. في ظاهرة نفسية معروفة اسمها planning fallacy أو خطأ التخطيط. في الدراسة دي المنشورة في Journal of Personality and Social Psychology، الباحثين لقوا إن الناس بتقلل من تقييمهم للوقت اللي محتاجينه لإكمال المهام اللي وراهم حتى لو عندهم خبرة سابقة في الموضوع ده. وسبب إننا بنقع في الغلطة دي إنك دايما بتتعامل مع المهمة الجديدة كأنها هتحصل في عالم مثالي، مفيش حد هيقطعك، مفيش إرهاق، مفيش مفاجآت، مفيش مشاكل، مفيش ظروف طارئة هتحصل. عشان كده لما تيجي تحط لنفسك جدول ما تقولش لنفسك أنا عايز أخلص الموضوع ده في الوقت الفلاني، لكن اسأل نفسك آخر مرة عملت حاجة شبه دي خدت مني وقت قد إيه فعلا؟ توقع المفاجآت وحط دايما ديدلاين لنفسك قبل الديدلاين الحقيقي بشوية حلوين. ولو عايز تخطط كويس ما تبقاش متفائل. فايه الحاجة اللي كنت عايز تعملها وافتكرت انها هتاخد وقت قصير لكنها خدت وقت اطول من مسلسل تركي؟